حبس وما دير حتى حاجه اخرى وخليك معايا، لانه ربما تكون من الصباح وانت طالع هابط في لي ريزو سوسيو بدون هدف وما قادرش تركز على حوايج اخرين وعندك نقص في المردوديه وما قادرش تاخذ قرارات مهمه في نهارك اللي كيتسبب لك في التوتر والقلق اللي كيخليوك تزيد تطلع وتهبط في هذه مواقع التواصل. هادو هما الاعراض ديال ذا كوغنيتيف اوفرلود او الحمل الذهني الزائد. كتقول نظريه الحمل الذهني ذا كوغنيتيف لود ثيوري اللي وضعها سويلر في 1988 بان عندنا في العقل ديالنا جوج ديال الذاكرات، ذاكره قصيره الامد اللي هي محدوده وكتعمر بالزربه بالمعلومات، وذاكره طويله الامد اللي هي غير محدوده وكتعمر بالمعلومات بشويه بشويه من بعد ما كيتم الفهم ديالهم والتحليل ديالهم وفك الترميز ديالهم من الذاكره الاولى اللي هضرنا عليها اللي هي ذاكره محدوده. فانت ملي كتعطي لعقلك بزاف ديال المعلومات في خطره وكتاكسبوزا الستوريات والريلات ديال بزاف ديال الناس وكتبقى دوز من ابليكاسيون لابليكاسيون، فالذاكره المحدوده اللي هضرنا عليها كتعمر وكتحس براسك بانك تساتوريتي لانك ما عطيتيش لعقلك الوقت الكافي باش يحلل هذا الكم الهائل ديال المعلومات، وكطيح في الحاله ديال الارهاق الذهني اللي سميناها الحمل الذهني الزائد اللي العواقب ديالها هو العيا نهار كامل والنسيان المتكرر وما تقدرش تكمل الخدمه اللي بديتيها وتعلم حوايج جداد وتاخذ قرارات مصيريه في حياتك، وكيكون المصير ديالك هو الاخطاء المتكرره والفشل في الحياه. دابا عندك جوج ديال الحلول لا ثالث لهما، يا دير راسك ما شفتي والو ما سمعتي والو وكمل طلعوا الهبوط ديالك في مواقع التواصل بدون هدف والنتيجه راك عرفتيها، يا اما نوض دابا قابل شغالاتك وحياتك.